انت زارع برسيم بلدي او برسيم حجازي، تحش الوش من هنا وتقعد تستنى 30 40 يوم على الوش التاني ما يجي، ولا نديله تسميده ورشه تخليك تحش من 18 يوم، اقصى حاجه 25 يوم. ايوه، عايز احش على 20 يوم 25 يوم؟ كمل معانا الفيديو للاخر، صلى على النبي بتاعنا عليه الصلاه والسلام. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. النهاردة فيديو غير عادي لمزارعين البرسيم سواء بلدي أو حجازي. أنت زارع برسيم وعايز تحش كل 20 يوم 25 يوم بالكتير، في ناس بتحش الوش على 40 يوم و45 يوم، بيطول معاهم. البرسيم زي أي نبات محتاج يتغذى، محتاج مصدر للطاقة، عايز يزود معاك تفريعات، كل هذه التفريعات وزي النمو الخضري يبدا يشتغل ويجيب نفسه، فانت لازم تدعم فيه. البرسيم لو في نقص في عنصر الفوسفور يبدا يحمر ويوجب، فلازم تدعم بفوسفور. نفس البرسيم بيحتاج ان هو يشتغل وتشغل تنشط الجدر والنمو الخضري، فلازم تديله حاجات تشتغل معاك على النمو الخضري. الناس كتير بتشتكي الفترة ديت البرسيم قليل والبرسيم ما بيحشش معايا وما بيطلعش من الكرسية كويسة وضعيف تفريعاته، لازم نشتغل عليه. البرسيم ناس برضو تشتكي من غلو جرات البرسيم. النهارده بقول لك جرات البرسيم البلدي داخل على 500 ومعدي كمان، يعني لا ارقام فلكيه، فلازم نشتغل على البرسيم. نشتغل على البرسيم ازاي؟ البرسيم زي اي نبات بيحتاج عناصر تغذيه وتقويه ويزود معانا التفريعات ويشتغل نمو خضري كويس ويزود معانا التفريعات، فلازم نشتغل عليه تسميد ورش. فالنهارده انا جايب لك والله تسميده ورشه هتنجل معاك نجله مش 100%، مليون في المية. بدي النبات كل احتياجاته مع عناصر في تركيبه تسميديه مع رشه مغذي كويسه، هتلاقي الدنيا ظبطت معاك. هتحش فعلا حرفيا على 20 يوم 25 يوم هتلاقي وش برسيم معاك الغمر من مكانه زي ما بيقولوا كده. هتحش شويه البرسيم هتلاقيهم ما شاء الله شويه برسيم عيدان قويه ممخخ زي ما بيقولوا كده، تمام، والغمر من مكانه والغمر من مطرحه زي احنا بنقوله كده. فالبرسيم بيكون قوي وشديد ويقدر يتحمل معانا. النبات البرسيم بيوقف في الجو الساقعه والرطوبه الكلام ده كله، فلازم ندفيه بري مع تسميد. الاقي الزرع ويديله مصدر الطاقه، يبدا النبات يشتغل معايا، يبدا ما يوقفش معايا. الاقي نفسي بجيب برسيم. عارف انت لما تصرف مثلا وليكن سين مثلا يكون 1000 جنيه مثلا على فدان برسيم، ما احش مثلا كل 20 يوم بدل ما احش كل 40 يوم، يبقى انا فرغت حوالي 20 يوم. انا ممكن اجيب وشين بدل ما اجيب وش واحد تفرج معايا، تمام. يبقى تسميده ورشه هتنجل معايا البرسيم نجله حلوه قوي، تمام. فانت محتاج تشتغل على البرسيم سواء تسميد سواء رش ورقي. البرسيم بيعمل عقد بكتيريه ومش محتاج ازوت كتير، ما بيحتاجش كيماوي كتير، فاحنا بنشتغل نديله العناصر اللي محتاجها بكميات قليله بس هيشتغل معانا ويبدا يفرع معانا ويدينا نتيجه ممتازه جدا. فانا النهارده مجهز لكم خلطه والله العظيم تعتبر خلطه سحريه فعلا. ليه؟ دي تسميده، تمام. يبدا نسميتها نخلص حش من هنا مع اول ريه بعد وش الحش بتاعنا باجي ننزل بالتسميده بتاعتنا، نروي ونخلص ري ونظبط امورنا. روينا بعد الري باسبوع ولا 10 ايام نيجي نازل بالرشه بتاعتي، يبقى انا رشه وتسميده مع الري. وبعد الري باسبوع 10 ايام نرش الرشه بعد ما نخلص وش الارض كامل، نرشش الارض كلها مره واحده ومسمد الارض كلها مره واحده. الاقي البرسيمه عندي نجله حلوه، ولاقي حاجه تانية خالص وبرسيم تاني وشكل تاني. فانت لازم تركز معايا النهارده في الفيديو علشان انت هتاخد حاجه حلوه، هتاخد تسميده هنقول له بسم الله ما شاء الله اللهم صل على النبي، هتخمس في عين اي حد تقول له انت عملت برسيمك ايه، قول له 5 صلى على النبي الاول كده قبل ما تبص على برسيمي. انت برسيمك انت حاطط له ايه؟ قول له حاطط له 1 2 3 4 5 6، تمام، تسميد وعاطي رشه كذا وكذا وكذا. يلا نخش اول حاجه على التسميده بتاعتنا. نصلي على النبي.
يلا بينا نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. بص يا قلبي، التسميده بتاعتنا معظمها خمسات. خمسات يعني ايه خمسات؟ يعني هتحط من كل حاجه 5 لتر او 5 كيلو. اول حاجه معانا 5 لتر حامض فوسفوريك. طبعا انتوا عارفين الفوسفوريك اسرع، يقول لك حط سوبر فوسفات. ايوه حط سوبر فوسفات حلو وبتاع، بس الحامض اسرع منه، هيديني نتيجه اسرع، مصدر للطاقه، هينشط الجدر معايا، يشغل النبات. حامض فوسفوريك، يبقى 5 لتر حامض فوسفوريك، ولازم تكون فوسفوريك من مصدر موثوق منه، ويفضل اردني، والحامض بتاعنا اردني، وحاجه محترمه جدا جدا جدا. تمام. هنضيفه معاه تاني 5 كيلو نترات بوتاسيوم. هو البرسيم عايز يتحجم، مش حكايه يتحجم. ايه اللي بينقل العناصر من التربه للنبات ويوزعها في الورق والسقان؟ ما انت عايز حاجه تزج معاك النبات، رافع اجهاد ويحرك، ونقل الكربوهيدرات والغذاء من الورق والسقان ينقلها داخل النبات نفسه. تمام. فيبقى في الساق معاك البوتاسيوم اللي يزود معانا التفريعات، يزود معانا النمو الخضري، يحجم ويدينا صلابه في العود نفسه، ويدينا قوه في العود، ويدينا تفريعات كويسه. فلازم نلجا نترات بوتاسيوم 5 كيلو نترات بوتاسيوم اللي هي المالت دي 6 تمام. دي تاني حاجه. تالت حاجه يا باشا، هننزل بالشكاره اللي هي 5 كيلو، فيها شويه عناصر حلوين قوي اسمها سلفات زنك، فيها زنك وحديد ومغنيسيوم ونيتروجين وكبريت واحماض امينيه. الشكاره دي بسم الله ما شاء الله فيها 21 عرس، بسم الله ما شاء الله محترمه جدا جدا جدا. عاطي زنك، حديد، مغنيسيوم، نيتروجين، فيها احماض امينيه، فيها كبريت. تمام. فيها نيتروجين 3%، فحاجه محترمه جدا جدا. دي الشكاره دي معاهم، ايوه دي كمان معاهم. هننزل بايه تاني يا هندسه؟ هننزل ب 2 كيلو فولفيك. ال2 كيلو فولفيك، الفولفيك بينشط معايا الجذور، وبيخلي العناصر المخلبيه النبات يستفاد منها. لو عندك حاطط ازوت وحاطط سوبر وحاطط حامض، دي بييسره ويخليه ميسر ويشتغل معايا الدنيا ويظبط معايا الدنيا خالص. محترمه جدا اللي هو الهالفيك ده. تمام. حاجه محترمه جدا جدا جدا. تمام. هنضيفه معاه بقى ايه؟ الكريزه ديت اللي هي منشط الجذور ده اندول خام. ده اندول خام 5 جرام للفدان، 5 جرام للفدان. هنزل ب 5 جرام للفدان. دي بيزود لي السعرات الجذريه، كل ما السعرات الجذريه كل ما هيزيد تفريع، زي ما يزنموا معايا خضري. حاجه محترمه جدا. هتضيف ايه من عندك يا باشا؟ هنضيف من عندي 5 كيلو يوريا. هتجيب من اي حد عنده، او انت عندك الكيماوي، هتحط 5 كيلو يوريا في السماده من الحاجات دي. عايز تحطهم مثلا على برميل 200 لتر ميه، تمام. هتدوب الحاجات البودره، النترات البوتاسيوم وسلفات الزنك والفولفيك، وبعد كده نضيف عليهم الحامض والمنشط الجذور. تمام. وتحط عليهم اليوريا. عايز تحطهم على برميلين 400 لتر ميه للفدان، مفيش مشكله، حسب ظبطه الحنفيه وحسب ظبطه السماده بتاعتك. دي تسميده بعد كل حشه، هنحش من هنا ونخلص حش من هنا ونيجي نروي، تيجي حاطط التسميده بتاعتنا. طب نرش ايه يا هندسه؟ هقول لك على رشه كريزه، رشه والله العظيم هتعمل بص حاجه حلوه. يبقى انت شغال تسميد ارضي ورش ورقي. لازم تاكل كويس وتاخد العلاج ده. يبقى الاكل الكويس التسميد، والعلاج اللي هو الرش الورقي. حقنه في الوريد كده، تعال اوريك الحقنه اللي في الوريد للبرسيم ده اللي هتخلي البرسيم يتنطط عندك. تمام. يبقى مع الرشه ومع التسميده والرشه هتلاقي برسيم تاني وشكل تاني. بص يا قلبي، التسميده بتاعتنا معظمها خمسات. خمسات يعني ايه خمسات؟ يعني هتحط من كل حاجه 5 لتر او 5 كيلو. اول حاجه معانا 5 لتر حامض فوسفوريك. طبعا انتوا عارفين الفوسفوريك اسرع، يقول لك حط سوبر فوسفات. ايوه حط سوبر فوسفات حلو وبتاع، بس الحامض اسرع منه، هيديني نتيجه اسرع، مصدر للطاقه، هينشط الجدر معايا، يشغل النبات. يبقى 5 لتر حامض فوسفوريك، ولازم تكون فوسفوريك من مصدر موثوق منه، ويفضل اردني، والحامض بتاعنا اردني، وحاجه محترمه جدا جدا جدا. تمام. هنضيفه معاه تاني 5 كيلو نترات بوتاسيوم. هو البرسيم عايز يتحجم، مش حكايه يتحجم. ايه اللي بينقل العناصر من التربه للنبات ويوزعها في الورق والسقان؟ ما انت عايز حاجه تزج معاك النبات، رافع اجهاد ويحرك، ونقل الكربوهيدرات والغذاء من الورق والسقان ينقلها داخل النبات نفسه. تمام. فيبقى في الساق معاك البوتاسيوم اللي يزود معانا التفريعات، يزود معانا النمو الخضري، يحجم ويدينا صلابه في العود نفسه، ويدينا قوه في العود، ويدينا تفريعات كويسه. فلازم نلجا نترات بوتاسيوم
5 كيلو نترات بوتاسيوم اللي هي المالت دي 6 تمام. دي تاني حاجه. تالت حاجه يا باشا هننزل بالشكاره اللي هي 5 كيلو فيها شويه عناصر حلوين قوي اسمها سلفات زنك، فيها زنك وحديد ومغنيسيوم ونيتروجين وكبريت واحماض امينيه. الشكاره دي بسم الله ما شاء الله فيها 21 عنصر بسم الله ما شاء الله محترمه جدا جدا جدا. عاطي زنك حديد مغنيسيوم نيتروجين، فيها احماض امينيه، فيها كبريت تمام، فيها نيتروجين 3%، فحاجه محترمه جدا جدا. دي الشكاره دي معاهم، ايوه دي كمان معاهم. هننزل بايه تاني يا هندسه؟ هننزل ب 2 كيلو فولفيك. ال 2 كيلو فولفيك، الفولفيك بينشط معايا الجذور وبيخلي العناصر المخلبيه النبات يستفاد منها. لو عندك حاطط ازوت وحاطط سوبر وحاطط حامض، دي بييسره ويخليه ميسر ويشتغل معايا الدنيا ويظبط معايا الدنيا خالص. محترمه جدا اللي هو الهالفيك ده تمام، حاجه محترمه جدا 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 تمام. هنضيفه معاه بقى ايه؟ الكريزه ديت اللي هي منشط الجذور ده اندول خام، ده اندول خام 5 جرام للفدان، 5 جرام للفدان. هنزل ب 5 جرام للفدان. دي بيزود لي السعرات الجذريه، كل ما السعرات الجذريه كل ما هيزيد تفريع، زي ما يزيد معايا خضري، حاجه محترمه جدا. هتضيف ايه من عندك يا باشا؟ هنضيف من عندي 5 كيلو يوريا. هتجيب من اي حد عنده او انت عندك الكيماوي، هتحط 5 كيلو يوريا في السماده من الحاجات دي. عايز تحطهم مثلا على برميل 200 لتر ميه تمام، هتدوب الحاجات البودر النترات البوتاسيوم وسلفات الزنك والفولفيك، وبعد كده نضيف عليهم الحامض والمنشط الجذور تمام، وتحط عليهم اليوريا. عايز تحطهم على برميلين 400 لتر ميه للفدان، مفيش مشكله، حسب ظبطه الحنفيه وحسب ظبطه السماده بتاعتك. دي التسميده بعد كل حشه، هنحش من هنا ونخلص حش من هنا ونيجي نروي، نيجي حاطط التسميده بتاعتنا. طب نرش ايه يا هندسه؟ هقول لك على رشه كريزه، رشه والله العظيم هتعمل بص حاجه حلوه. يبقى انت شغال تسميد ارضي ورش ورقي، لازم تاكل كويس وتاخد العلاج ده. يبقى الاكل الكويس التسميد، والعلاج اللي هو الرش الورقي. حقنه في الوريد كده، تعال اوريك الحقنه اللي في الوريد البرسيم ده اللي هتخلي البرسيم يتنطط عندك تمام. يبقى مع الرشه ومع التسميده والرشه هتلاقي برسيم تاني وشكل تاني تمام. انا سميت ورويت وحطيت الحاجات بتاعتي في السماده. الارض تشيل معانا الرجل بعد اسبوع، بعد 8 ايام، بعد 5 ايام، 6 ايام. هنرش على الكرسيه علشان يبدا يشغل معايا. انا سميته النبات والجدر هيبدا يشتغل معايا ويمتص العناصر دي ويشغل النبات من تحت. ابدا ارش ورقه عشان الورق والسكان كانوا يشتغل معانا. هننزل بايه؟ هننزل بمركب حلو حلو حلو، ده كروب بلس الغلابه الفا جرو. ده فيه احماض امينيه حوالي 24%، فيه طحالب بحريه 5%، فيه نيتروجين، فيه موليبدنم، في بورون، في نيتروجين حوالي 15%. حاجه محترمه جدا جدا، مركب عالي 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 جدا تمام. هيزود معانا نمو خضري ويزود معانا التفريعات. هننزل بايه؟ البرسيم بيحب الفوسفور، فهننزل بحاجه اسمها باور فوس 50% فوسفور وداخل 10 نيتروجين. فانا برضو عشان يزود معانا النمو الخضري، والبرسيم بيحب الفوسفور، فالفوسفور مع الالفا جرو. هننزل بايه تاني هندسه؟ هنزل بمركب فيه شويه عناصر صغرى بنسب عاليه جدا، الا وهو الهارف بلس. زنك وحديد ومغنيسيوم ونحاس ومنجنيز وبورون وكبريت بنسب عاليه جدا، تتراوح من 3% و4%، فمركب محترم جدا. هنيجي بقى بالحاجه الحلوه خالص اللي يقول لك حط جبريلك 10%، لا جايب لك جبريلك 40%. ده الفيجرو جيب، ده داخله كالسيوم اللهم صل على النبي 1%، وداخله بورون 3/10%. فالفيجرو جيب ده بتنزل تذكره للفدان. يبقى الرشه بتاعتنا الفا جرو تمام، مع الباور فوس، مع الهارف بلس، ومعاها اللي هي الفيجرو جيب. دي الرشه بتاعتنا، باور فوس وهارف بلس وفيجرو جيب والالفا جرو. رشه محترمه جدا، ورشه هتفرج معاك في البرسيم. هتسمد التسميده وترش الرشه، هتلاقي برسيم شكل تاني وحاجه تانيه محترمه جدا جدا جدا. انت هتشكرني والله بعد ما تستخدم الحاجات ديت، لا حاجه تانيه وشكل تاني وبرسيم تاني تمام. فاتمنى لو الفيديو ده عجبكم وكان محتوى الفيديو كويس، ما تنسناش من دعوه حلوه ولايك. ولو انت عندك اي استفسار اكتب لنا في التعليقات اسفل الفيديو تمام. ونتمنى ان
الفيديو يكون عجبكم، ولو في اي مشكله او اي حاجه اكتب لنا في التعليقات بنرد عليكم ان شاء الله. لو انت مش متابعنا لازم تتابعنا، عشان لو مش متابعنا فايتك كتير ان شاء الله. احنا كده وصلنا لنهايه الفيديو. لو في اي مشكله او في اي حاجه، لو انا تجلت عليكم او زودت في المحتوى شويه فمعلش غصب عننا، وانا اسف ليكم. اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو قادم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.